عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكشف عن مواعيد إجراء مواجهة الدور الثمن النهائي كأس الجزائر. أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف عن مواعيد إجراء مواجهة دور الثمن النهائي كأس الجزائر، وحسب بيان الفاف عبر موقعها الرسمي فقد تقرر إجراء 5 مواجهات لهذا الدور يوم الجمعة 29 مارس، وستلعب 3 مواجهات يوم السبت 30 مارس الجاري. وجاء توقيت مباريات دور ثمن النهائي كأس الجمهورية على النحو التالي: اتحاد الجزائر ضد رائد شباب بقعة الجمعة 12 أفريل 2024 السادسة مساء، ملعب 5 جويلية 1962 الجزائر. اتحاد خنشلة مولودية الجزائر السبت 30 مارس 2024 على 3:30 مساء، ملعب حمام عمار خنشلة. ترجي مستغانم نصر حسن داي الجمعة 29 مارس 2024 10 ليلا، ملعب الرائد فراج مستغانم. نجم بن عكنون شبيبة جيجل السبت 30 مارس 2024 الثالثة مساء، ملعب 20 أوت 1955 الجزائر. شباب الوزداد ضد أولمبي أقبو الجمعة 29 مارس 2024 10 ليلا، ملعب 5 جويلية 1962 الجزائر. اتحاد عنابة ضد شباب قسنطينة الجمعة 29 مارس 2024 10 ليلا، ملعب 19 مارس 1956 عنابة. شبيبة تعزاز قاف ضد وداد تلمسان السبت 30 مارس 2024 الثالثة مساء، ملعب تسراتين عزازقة. اتحاد بسكرة ضد مولودية وهران الجمعة 29 مارس 2024 10 ليلا، ملعب العالية بسكرة. لمزيد من الأخبار نواتيكم بها، تابعونا.